نجي على نصيحتي للمقاول، المالك ما عنده خلفية عن هذه الأمور كاملة. هذه أنت شغال فيها، هذا العمل عملك أنت، الضمان ضمانك أنت، استخراج المشروع بكل جودة عملك أنت. المالك ما عنده خلفية، المالك يسأل عن الجودة. فهي الشروط، ايش ما شروطه، فهذا خليه كله في صوب. هي شروط المالك. ابدع وتفنن في مشروعك. المشروع لما يطلع ويكون بأفضل جودة أنت راح تاخذ السمعة راح تكون لك أنت، مشروعك أنت. لأنه والله المالك طلب معي علي جديد، وأنا رحت على أساس أني ما أخسر مبالغ، مشيت واشتريت الألواح الجديدة اللي هي تشاينية، وبعد ذلك ركبتها، ومن خلصت وركبتها جيت أبطل، حضبات الرملية موجودة معي، تموجات البحر موجودة معي في السقف. أنت راح تنزل سمعتك. المالك ما عنده خلفية عن هذه الأعمال كاملة. المالك يسمع ويطبق ويقول لك، يسمع ويقول لك، أنت تنصحه، أنت تقول له، أنت تآمره، فأنت عندك خلفية عن هذا المشروع كامل. بعض المقاولين يقول لك أنا أشتري جديد، أنت تشتري جديد على العين والرأس، بس السقف معك ما جديد للأسف، لأن السقف كل الموجات فيه ما جاي على مسطح واحد، حضبات موجودة فيه، فهذا المشروع يرجع لك. فهذه نصيحتي.